حبايبي المنشكحين وبس. النهارده بقى حبايب قلبي هكلمكم في ميزانية 4000 جنيه، واعرفك ازاي تمشي بيتك. لو ميزانيتك 4000 جنيه خليكي تمشيها ب3 بس، وان شاء الله باذن الله مفيش حرمان ولا في ضغط ولا في اي حاجه، وتشيلي لك 1000 جنيه على جنب كده للزمن. انت ما انتش عارفه الدنيا فيها ايه، تجيبي لك حته دهب، تجيبي حمام وتطيريه، تجيبي همبرجر. المهم ان انت تشيلي 1000 جنيه وتخلي معاكي التلاته تصرفي منهم. تمام كده. بس اول حاجه اضربي لنا اللايك الجميل واشتركي في القناه وشجعي اختك ام زك كده وحفزيها وشجعيها كده وسخنيها واديها باور كده انها تنزل فيديوهات على طول. تمام. الهي ربنا يكبر بخاطركم. طبعا قبل ما ابدا الفيديو لازم احب اديكم كده شويه الدعوات الحلوه اللي من جوه قلبي. اقسم بالله ربنا يكبر بخاطركم ويصلح حالكم واحوالكم ويكفيكم شر المستخبي. اللهم امين. على راي امي، بحب امي تقول لي الكلمه دي، او روحي يا بنتي، روحوا يا اولادي، الهي ربنا يكفيكم شر السكك وشر المستخبي. الله يا امي، ربنا يخليكي ليا يما، ما بحرمش منك ابدا. ما تمام كده حبايب قلبي، ربنا يصلح حالكم يا رب، ويكبر بخاطركم كلكم، ويكبر بخاطركم كلكم يا رب، ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه. ربنا يفرح قلبكم. بحبكم جدا والله العظيم، بحبكم. الناس اللي بتقول لي احنا بنحس ان انت مننا يا ام زاد واختنا، والله ربنا يعلم يا جماعه انا بحبكم. بقيت بحس ان انتوا عيلتي واهلي واخواتي واصحابي، بقيتش عايزه اخبي عليكم اي حاجه. ويشهد عليا ربنا ان اي حاجه بنزلها لكم بتبقى حقيقيه. ما احبش اضل في اي حاجه، واي حاجه انزلها لكم لازم انا اكون مجرباها. طلعت حلوه اقول حلوه، طلعت وحشه هقول وحشه. ما اقدرش حتى لو وصفه هعملها جديده اي اكل هعملها جديده، والله يا جماعه هطلع اقول لكم الحقيقه. بس انتوا اسمعوا الفيديو لاخره، عشان ممكن اخر الفيديو اقول كلام تاني. يعني ممكن اخر الفيديو اقول لكم مثلا الوصفه طلعت فيها كذا، الاكله طلعت فيها كذا، فانتوا اسمعوا الفيديو من اوله لاخره. تمام كده. يلا بقى نخش على الجد حبايب قلبي. اول حاجه كده انا عامله الميزانيه دي لبنوته لحبيبه قلبي، طالبه مني ان انا اعمل لها ميزانيه 4000 جنيه. بتقول لي يا ام زياد انا باخد 4000 جنيه لحد يوم 15 بيخلصوا مني، لا بعرف اوفر قرش ولا بعرف اوفر حاجه. الميزانيه انا عايزاكي تعمليها لي غدا بس، يعني فطار وعشاء على جوزي، هي غدا بس. تمام كده. عشان ما فيش واحده فزلوكه كده تخش في التعليقات تقول لي يا ام زياد هو انت عاملاها بس لبتاع دوت لغدا بس، امال فين الفطار والعشاء؟ هي طالباها مني كده يا جماعه، هي حره بقى نشاركها، هي حره. تمام كده. مبدئيا كده حبيبه قلبي، اول ما تاخدي بصي مبدئيا طالما انت جيتي لي وقلتي لي يا ام زياد انا عايزاكي تعملي لي ميزانيه وعايزاكي تخليني اوفر، يبقى انت الدفعه جت جواكي صح. انت الدفعه والغريزه دخلت جواكي ان انت عايزه توفري وتحوشي وتعملي قرش وتمشي الدنيا. تمام. طيب انت ان شاء الله شاطره وزي الكل انت شاطره وست، اعذروني لو خطرفت بقى، انت شاطره وست الكل حبيبه قلبي، وانت شاطره وهتعرفي تعملي كل حاجه باذن الله، وهتعرفي توفري وتدبري. تمام كده. طيب اول حاجه كده حبايب قلبي هتاخدي حبيبه قلبي، بصوا الميزانيه ده برضو عجبت اي حد تاني يمشي بيها وميزانيته نفس ميزانيه ال 4000 يسمع اللي انا هقول عليه يا جماعه. تمام. بصوا حبيبه قلبي، هتاخدي ال 4000 جنيه مبدئيا كده، هتشيلي 1000 جنيه بعيد عن ايدك مش بتاعتك. هتاخدي 1000 جنيه تعينيها مش بتاعتك خالص، تعينيها في حصاله بقى، تعينيها في بوك، تعينيها في اي حاجه، المهم ان ال 1000 جنيه مش بتاعتك. وهتتصرفي بال 3000 جنيه. ال 3000 جنيه هتعملي بيهم ايه؟ هوظف كل 10 ايام 1000 جنيه. انا هيبقى معايا 3 وشلت ال1000 على جنب، هخلي كل 10 ايام 1000 جنيه. مش هقول لك اسبوع بقى، مش هقسمها لك على اسبوع، هقول لك كل 10 ايام تاخدي 1000 جنيه. تمام. مش عايزاك انسي خالص ان انت تنزلي، بصي بقى الحاجات اللي هتخرب معاكي الميزانيه، انسي خالص يا حبيبه قلبي ان انت تنزلي السوق كل يوم، لا. هتاخدي ال1000 جنيه كلها وتنزلي بها السوق. هتقولي لي كلها يا مزة؟ اقول لك كلها. انت كده كده شلتي ال1000 جنيه بتاعت التوفير بتاعت الادخار على جنب، يعني ما يهمكيش بقى اصرفي ال1000 جنيه وما يهمكيش، انا موفره وعاينه فلوسي قبل ما انزل والدنيا معايا تمام. تمام. هتاخدي ال1000 جنيه حبيبه قلبي، عندك 10 ايام، كل 10 ايام 1000 جنيه. هتاخدي ال1000 وتعيني ال2000 في البيت، وتاخدي ال1000 جنيه توظفيهم بقى على 10 اكلات في الشهر. وانت بتقولي ان عيالي يا ام زاد بيحبوا ياكلوا البانيه وبيحبوا البرجر والكفته والحاجات دي، ملهمش في الاكل العادي. طب انا هخليكي بقى ان شاء الله تاكلي الاكل الحلو بس بطريقه اقتصاديه شويه. تمام كده. ما تقوليش بقى مش هينفع ومش عارف، لا والله هنا قسمتها لك كده وهتنفع وتمشي باذن الله. تمام حبيبه قلبي. عشان توفري وتاكلي ولادك الحلو كله، هتاخدي يا حبيبتي ال1000 جنيه وتنزلي السوق. اول حاجه هتجيبي كيلو لحمه مفرومه
وهتجيبي كيلو بانيه. انت بتقولي ان عيالك بيحبوا الاكل ده، بالف هنا وشفا على قلبهم يا رب. هجيب كيلو، انا هاخد ال1000 جنيه وانزل بها السوق، اجيب كل احتياجاتي، اجيب الاكل بتاع ال10 ايام، واجيب الرز، واجيب المكرونه، واجيب بقى التوابل بتاعتي، واجيب الشعريه، واجيب الحاجات كلها. انا ما اعرفش احتياجك بقى من الرز اكتر ولا الشعريه اكتر ولا قصدي المكرونه اكتر. المهم الحاجه اللي انت بتستخدميها اكتر جيبيها، انا مش هقدر اقول لك جيبي ايه وما تجيبيش ايه. وجيبي بقى توابلك، وجيبي حاجتك اللي تكفيكي 10 ايام بس من ال1000 جنيه. وهنجيب يا ست الكل بقى كيلو لحمه مفرومه وكيلو بانيه. تمام كده. الكيلو لحمه المفرومه ب 240 جنيه، ممكن يكون عندك ارخص شويه اللي هي لحمه متلجه، انا بكلمك في المتلجه اللي انا ماشيه بيها. تمام. لو انت بقى جبتي من اللي هي البلدي مش هتظبط معاكي. انت عايزه كل يوم يكون اكل حلو. تمام. اسمعي اللي بقولك عليه. وهتجيبي كيلو لحمه، وهجيب قصدي كيلو بانيه. هتروحي البيت هتمسكي الكيلو المفروم هتقسميه على 4 وجبات، والكيلو البانيه هتقسميه على 4 وجبات. تمام كده حبيبه قلبي. هعمل مثلا يعني 4 وجبات و4 وجبات، يعني عندك 8 اكلات في 10 ايام. 8 اكلات في 10 ايام. هعمل مره برجر، مره حواوشي، مره كفته، مره ستريبس، مره صينيه مكرونه بشاميل، مره مثلا حواوشي، مره عصاق كده جنب شويه مكرونه. هتشكلي ال8 وجبات زي ما انت عايزه. تعملي كفته فراخ، برجر فراخ. تمام. عايزه تعملي صينيه بشاميل بالفراخ برضو بتعمليها، بتبقى تحفه. يعني لحمه او فراخ معاكي، ده معاكي وده معاكي. عايزه تعملي صينيه بقى كفته كده وتحتها شويه بطاطس في الصينيه كده وتعملي عليهم الكفته بتاعه اللحمه دي، بتبقى تحفه. توظفيهم شكل ما انت عايزه. يبقى معانا 8 اكلات. هيبقى عندك يومين 2 دولت ممكن تعملي شويه كشري، واليوم التاني مثلا ممكن تعملي فيه ايه، شويه مكرونه، شويه بطاطس محمره، صينيه مسقعه، صينيه عيش. هم اليومين دول بس اللي مختلفين. لكن عندك ال8 ايام اكله، يعني اكله غير الاكل. تمام. بصي، اهم شيء عشان تظبطي الميزانيه ما تنزليش السوق كل يوم. انسي ان انت تنزلي السوق كل يوم. هتنزلي اول يوم في الشهر، تمسكي ال10 ايام تفنطيهم. النهارده مثلا هنزل السوق كده، اول يوم في ال10 ايام هنزل السوق، هجيب احتياجاتي كلها. اللي انا محتاجش كيس ملح من بره. هتجيب مثلا كيلو اللحمه المفرومه ب 240، وكيلو البانيه اللهم صل على النبي ب 200 جنيه، معاكي 440 جنيه. هيبقى معاكي 560 جنيه من ال1000 جنيه. هتوظفيهم بقى على الرز والمكرونه والشعريه والتوابل والسمنه والفاكهه والخضار. هتوظفيهم لمده 10 ايام. تمام كده حبيبه قلبي. هتيجي الاسبوع اللي بعده، انا مش عايزه بقى يا ام زاد اعمل تاني بانيه وبرجر هنغير الاكله. هنعمل ايه؟ هتجيبي مثلا وراك، وهتجيبي جناحه. لا اما مثلا تجيبي جناحه وتجيبي كبد وقوانص، لا اما تجيبي اللهم صل على النبي بتاع السجق، وتجيبي كبده من اللي هي الكبده المتلجه. هتوظفي الاسبوع التاني بقى شكل ما انت عايزه، وتمشيه برده، وسمك مثلا، عايزه سمك يعني، عايزه تغيري في الاكل تجيبي سمك. يعني مش شرط ان انت تمشي يعني 30 يوم بنفس المفروم والبانيه. لا، انت عندك ممكن تجيبي وراك. تمام. ممكن تجيبي كبد وقوانص، ممكن تجيبي بتاع دوت سجق، ممكن تجيبي جناحه وتعمليها كده بالفيجيتار، لا اما تعمليها تحت في صينيه بطاطس كده، بتبقى تحفه. اقسم بالله بتبقى احسن من الفراخ. تمام. هتجيبي لك مثلا كيلو وربع. تمام كده. هتغيري بقى يعني 10 ايام الاولانيين كذا، ال10 ايام اللي بعدهم كذا، ترجعي بقى ال10 ايام اللي بعدهم كذا. هتمشي الدنيا على كده. هتاخدي ال1000 جنيه، هي هنزل بال1000 جنيه، مفيش حاجه اسمها هنزل ب1100. تمام. انا مقسمه ال3000 جنيه بتوعي على ال30 يوم. ما ينفعش انزل ب1100. لو نزلت الشهر ده ب1100 وقلت هنزل، لو نزلت الاول 10 ايام دول ب1100 وقلت ال10 ايام التانيين هنزل ب900، هتخرب معاك. لا، انا عايزه امشي نفسي. وانت حضرتك يعني 100 قوي اللي انت بتقولي ان ال4000 دولت غدا بس، يعني العشاء ولا فطار. يبقى كده 100 هتظبط معاكي. مش هتلاقي نفسك ابدا الفلوس وقفت معاكي نص الشهر ولا خستعت معاكي. اقسم بالله لو مشيتي بالطريقه اللي بقولك عليها ده هتظبط معاكي.
بالنسبه بقى لو قلتي لي ربع كيلو بانيه او ربع كيلو لحمه مفرومه في الطقه مش هيكفي، هقول لك انت ممكن تستغني عن البانيه، ممكن تعملي برجر الفراخ، وده بتزودي له حاجات، بتزودي معلقتين بقسماط، وبتحطي اللهم صل على النبي بصل مبشور وقرنين فلفل وعود خضار على الربع كيلو، بيضاعف الكميه، بيديكي نص كيلو، هتقدري تعمليهم وجبه حلوه وفيها كل العناصر الغذائيه، يعني البصل الخضار الحاجات دي كلها عناصر غذائيه، يعني مش هتاثر ولا تغير في الاكل. وانا كنت عامله فيديو كفته الفراخ ده في القناه قبل كده، شوفيه وان شاء الله يعجبك، واشوفكم على خير فيديو جديد.